جمهورية مهاباد اللي سواها الشيخ محمود الحفيد وين سواها؟ سواها بإيران من بعد سقوط الامبراطوريه العثمانيه وبدت التقصيص مالته بمن طالب بس بالسليمانيه فقط، ليس طالب لا بدهوك ولا بكركوك ولا بأدبي. بس خلينا نعتبر وانت يا اخي انت تقول هذا الراي علي؟ لا هذا رايي هذا رايي هذا رايي وبعدين انت جاوب مو مشكله. هو قام في ثوره السليمانيه اخي العزيز ونحن الذي قاتلنا الانجليز. ما يخالف هسه احنا ما عندنا مشكله. من يجي دورك انت تتكلم، من يجي دورك هسه قول هذا كلامك خطا. اخي قول انت من يجي دورك قول هذا كلامك خطا مو مشكله. بس خليني اكمل حتى يكون الحوار زين. فاحنا الديموغرافيه رسموها اجدادنا الاولين منهم بزمن الفتوحات الاسلاميه، مثل الفتوحات الاسلاميه للبلاد وتاريخ الزمان للعربي. يقول قابلوا المسلمين اخواننا الاكراد هناك وحتى فرضوا الجزيه لان كانت ديانتهم هي زرادشتيه. من هذا مو زبده البقر احسن من زبده الزبده انه الارض هذه اللي انت ساكنها ليس ارضك، هذه ارض الاشوريين وانت وارض العرب اللي موجودين وانت لا هسه مو ولو كيف هذه مو ارضك. انا لذلك من اقول لا تتكلم بتاريخ الجغرافيا، خلينا نتكلم بالوطنيه. ولن يفرق ولن يحزني. خلنا نخلص هذا ارض اشور. اشور شانها شان الحضارات وان ذكرت ليس ذنبي. خلال هجمات المغول لو لم تكن جبال كردستان لقضي على الشعب الاشوري في اكمله. هذا ما يقول الاشوريون. اخي العزيز، اذا اكو واحد اذى الاشوريين بذاك الوقت هم اخواننا الاكراد. منبع معلوماتك من اين؟ من هذا قدام المدخل. اقرا لك تاريخ الزمان لابن العربي، باول وايت اللي هو المستشرق الالماني، منورسكي صفحه 21 كتاب الاكراد ملاحظات وانطباعات، مكدوير صفحه 9 منو بعد لويس اللي هذا في كردستان العراق. في كردستان العراق هذا الاشياء بزمن اخي العزيز. خلينا اكمل متمام. خلينا اكمل حتى ياخذ دوره ايضا. وعلى كذا خلينا نكمل وانت على كذا. احنا شلون نعرف التاريخ؟ من الوقائع ومن ما رسموه الاولين. الفتوحات الاسلاميه قالوا احنا رحنا الى هذه البلاد فتحناها، لقينا ناس اسمهم اخواننا الاكراد، فرضنا عليهم الجزيه لان ليس كانوا مسلمين، كانوا من الديانه الزرادشتيه. بعدين شو اسمه جاء القائد العثماني بعد ما صارت الحرب بين الدوله الصفويه والدوله العثمانيه، جاءوا بالاكراد سكنوهم على الشمال. جاءوا من ايران من بلاد الديلم. هذا اللي شمال ايران يسموها اذربيجان. هاي المنطقه هي المنطقه لك هاي المنطقه لا ادعي ما خليني اكمل وانا اقول احنا اذا نريد نتكلم عن العراق ونريد نحفظ هويه العراق الموحد يجب ان لا نتكلم نتكلم بالوطنيه. تجد نتكلم بالقوميه وبالطائفيه لا بصالحك ولا بصالح التركمان ولا بصالح الاشوريين. العراق واحد، كل احنا اخوان به بالوطن. انت تعتز بكرديتك وهذا حقك، الاخ يعتز بتركمانيتك هذا حقك، انا اعتز بعربيتك ما يخالف، بس ولا ينسى على حساب الوطن. اخي العزيز، هذا اللي انا الزبده اللي اقولها. خلي المساله الوطنيه